السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أولا أريد الحديث في الموضوع الذي فيما تقدم الكثير لرئيس الجمعية ورئيس هذه الزاوية الفاضل السيد محمد ابن شيخنا سيدي الأيوب رحمة الله عليه، وإلى كل القائمين على هذا المسجد وعلى هذه الزاوية، وطبعا على هذه الاستضافة وعلى هذه الدعوة الكريمة. ومن خلال ما أريد أن أعرج عليه اليوم القائم ما علاقة المخطوط بهذه الوقت التاريخية. حقيقة هذه الوقت التاريخية كما أسلف السيد رئيس الزاوية بأنه هذه من الأيام التي ينبغي أن نتذكر وأن نعتبر بها، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. ومن الأيام التي ينبغي أن تذكر مثل هذه الأيام التي هي حلقة وصل بين أجيال سابقة وبين أجيال لاحقة. الحقيقة أن المخطوط بالوثائق التاريخية جاءت لتثبت وتؤكد على هذه الأحداث التاريخية، ومن هنا وجب الاهتمام والاطلاع عليه. لا أقول بعد كل هذا أن المخطوطات جزء من تراث الأمة، وأن الاهتمام بها دليل على وعي أهلها، وقد من الله سبحانه وتعالى على منطقة مصالح منن عدة، ومن أهمها موقعها الجغرافي. عندما نتحدث عن المخطوط يجب أن نعرف على الجانب المعرفي، تعريف المخطوط وكيفية صيانته وأنواعه وما إلى ذلك، بقدر ما يهمنا أن نحاول قدر الإمكان أن نبين مدى قيمة المخطوط في هذه المنطقة وما هي المراحل التي مر عليها. فمنطقة عين صالح كون موقعها جاء في وسط الصحراء، فهي بذلك حلقة وسط بين الشمال والجنوب، بين الشرق والغرب، فكانت عبر العصور ملتقا تجاريا للقوافل القادمة من تلمسان إلى تمبكتو ومن تافلالة إلى غدامس، مما جعل هذه التجارة تنشط بها، ورافق هذا النشاط التجاري نشاطا علميا واسعا. هذه القوافل التجارية التي كانت تحمل معها العلماء والسمحاء والأتقياء، يشير إلي رئيس اللجنة على أن نختصر. والحقيقة باختصار شديد أنه هذه المخطوطات التي نعبر عنها بالخزائن كيف نشأت في عين صالح؟ نشأت أولا بالحركة العلمية التي شهدتها المنطقة باعتبارها نقطة وصل بينها وبين المناطق أو الحواضر الإسلامية المجاورة كتمبكتو وأيضا تافلال وفاس ونحو ذلك، وحتى ليبيا وتونس وامتداد. هذا الأمر